مجدي راجل طول عمره دحيح ودخل هندسه، فلما دخل هندسه شبرا لقى ان في حاجه اسمها شبرا جوت تالنت، لا كرييتيف جدا بس ما شاء الله. فمجدي طلع كرييتيف اكتر منهم، فسمى نفسه هو اتنين صحابه ثلاثي اضواء شبرا، وصاحبهم الثالث خزقهم يوم العرض فبقوش ثلاثي اضواء شبرا. وفكره شبرا جوت تالنت فيها اكتر من حاجه، غنى وشعر وتمثيل وستاند اب. مجدي بقى ما دخلش ستاند اب، بل دخل تمثيل وسكتشات، وسبحان الله كسبوا الجوت تالنت. وده اللي خلى يسري قريبه اللي بيدرس في فنون مسرحيه يخليه ينزل يشتغل في مسارح ويجرب يبقى ممثل مسرح في وسط البلد. هنا بقى مجدي ممثل مسرح وعمل مسرحيه اسمها فانتازيون، واللي لما دورت عليه لقيت مين بالظبط؟ عبده عصام، واللي موضوع التقليد ده طلع عنده من زمان جدا. بيجي يقلد السادات يقول بسم الله وباسم الامه وبس يا قطه. كوميدي كوميدي. شكرا. بس مجدي حس ان المسرح مش هو ده اللي هو محتاجه دلوقتي، فلما خلص هندسه ساب المسرح واشتغل مهندس والستاند اب. كان بيعمل فيديوهات غريبه الصراحه زي فيديوهات دكتور نرجس والفيديوهات اللي كان بيعملها دي. بس لما مدحت قرر انه يعمل برنامج العاب وكلم اسلام امين وخالد الشوكي ومجدي عشان يعملوا لعبه سباي، مجدي كانش حابب الفكره ولا الحوار ده، وكان بيحط لهم العقده في المنشار. فلما البرنامج اتعمل ونجح طبعا فرح، بس اتحط في حته اللي هو ما بيعرفش يلعب وان هو مش ذكي، مع ان هو مش كده، بدليل ان مجدي في حلقات اللايف كان بيكسب. بس اللي كان بيخسر مجدي في الاول في رايي الشخصي هو التوتر. مجدي عنده انكزايتي على طول تقريبا، والموضوع ده هنحتاجه بعدين برضه. قال فلما يجي له ورقه سباي ما بيعرفش يداري قلقه فبيتقفش على طول، وهو كان بيعرف يبروز نفسه في الحته دي كويس، بحيث ان برضه زي ما هو قال لو انت عندك حته ممكن تجيب ضحك وما استغلتهاش فانت كده ما ينفعش تبقى كوميديا.